عسلامة الناس الكل، اليوم باش نحضّر معاكم كيكة أحمد الزامل، الكيكة اللي عاملة الباز على اليوتيوب. نبدو بسم الله. الكيكة حضّرتها وحدي راني في الدار، اللي ما ينجمش ينجم يشريها حاضرة سهلة برشا. القول متاعي اللي باش نعمله اليوم باش نعمله ميني صغير كيما قاعدين تشوفوا. طرحت الكيك وبصوابعي باش تشد بعضها، ومن بعد باش نحضّر لها الكريمة متاعها سهلة برشا. كعبتين فرماج كيري، وضفت لها اللبنة هاذيكِ خاصة بالجاتو بالكيك. أما مش مشكلة، اللي ما عندهاش ينجم يعمل يوغورت، الياغورت الطبيعي. آمم، وضفت لها شوية حليب، ريّف حليب باش نحلها، ومن بعد ضفت لها مغرفة والّا مغرفتين عسل كيما أنتم تحبوا، كيما تحبوا الحلاوة متاعكم. وضفت لها هاذاك الهازلنوس اللي هو البفريورة، الكريمة متاع البفريورة. أنا حبيت النكهة يعني، اللي ما يحبش ينجم يعمل عسل برك. ونخلطها مليح مليح لين نشوفها نحسها متماسكة يعني بدات مع بعضها. طريقة سهلة برشا، وإن شاء الله تنال إعجابكم. حبيت نوريكم بالباهي الهازلنوس اللي هو الكريمة متاع البفريورة، مغرفة منها ومغرفتين عسل، وخلطتهم بالباهي بالباهي للكريمة. حاسيلون ودكم ومن شهيكم. حضرت الكريمة متاعي وصبيتها على الجاتو كيما قاعدين تشوفوا، برشت طريف شوكولاتة، صبيت عليها الحليب السخون، وبقيت نحرك فيها لتتفاعل مع بعضها. حضرتليش الشوكولاتة متاعي، وتوا نحاول نصبها شوية شوية على ذيك الكريمة، ما نخلي حتى بقعة فارغة. جبت الحكاية متاعي وحطيت فيها الجراندور كونفليكس هذاك كيما تشوفوا فيه متاع الشوكولاتة. وحطيت فوقه مغرفة كاكاو، إذا كان تحبوا مغرفة نوتيلا زيدوها شوية طريف حليب سخون، وإلا الشوكولاتة متاعي اللي فضلت لي بكري اللي زدتها طريف حليب سخون وخذيتها بالباهي بالباهي. وصلت معاكم للمرحلة الأخيرة، هذاك الجراندور اللي حضرته نحاول نوزعه فوق الكيكة في البلايص الكل. جربوها عن تجربة بنينة برشا، ننصحكم بها. لك